من الحاجات الجميلة في أي إنجاز في الكورة أو الرياضة أو حتى في أي مجال تاني لما صاحب الإنجاز ده بينتهز الفرصة وبيستغلها علشان يدافع عن فكرة معينة أو مبدأ أو ينصر قضية معينة. امبارح إبسويتش تاون الإنجليزي بيحقق إنجاز تاريخي بتأهله للدوري الممتاز بعد غياب 22 سنة. طبعا الإنجاز ده بالنسبة لنا ليه صبغة عربية علشان خاطر فيه 2 من النجوم العرب بيلعبوا في هذا الفريق، سواء سام مرسي طبعا اللاعب المصري اللي هو بيحمل شارة القيادة علشان يكون أول لاعب مصري بيقود فريقه أو أول قائد مصري بيقود فريقه للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، واللاعب الثاني هو علي الحمادي المهاجم العراقي الصاعد بقوة واللي انتقل في يناير الماضي من فريق ويمبلدون لفريق إبسويتش تاون ولعب 14 مباراة وظهر بشكل جيد وسجل 4 أهداف. وطبعا أمر طبيعي جدا إن الجمهور المصري والجمهور العراقي يحتفلوا بالاثنين النجوم اللي عندهم في الفرقة، لكن النقطة اللي عايز أركز عليها هو احتفال علي الحمادي امبارح لما رفع علم بلاده وسط الجمهور وهم بيحتفلوا بالتأهل، ورفع علم العراق على كتافه وهو محمول على الأعناق. واحد هيقول لي طب ايه الغريب في كده؟ ده ما ده امر طبيعي وعادي جدا، كل النجوم المحترفين اللي بيلعبوا بره بلادهم لما بيكسبوا بطوله مع الفرق اللي بيلعبوا فيها بيرفعوا علم بلدهم اثناء الاحتفال، فده امر عادي. بس خليني ارد عليك واقول لك ان حصلت مشكله من 3 شهور خلت علي الحمادي يتعمد انه يرفع علم العراق في احتفالات امبارح بالعند في رابطه الدوري الانجليزي للدرجه الاولى. في نص فبراير كانت في مباراه بتتلعب ما بين إبسويتش تاون وسوانزي سيتي في ملعب إبسويتش تاون، والجمهور هناك العربي كان بيساند علي الحمادي فرفع علم العراق في المدرجات. لكن اللي حصل بعدها ان رجال الامن في الاستاد صدروا العلم العراقي من المدرجات، وتعرض كمان الجمهور اللي كان شايل العلم لمضايقات عديده اجبرت علي الحمادي نفسه لما عرف الموقف بعد المباراه ان هو يكتب عدد من التغريدات على اكس بيتساءل فيها عن سبب المشكله او عن سبب مصادره علم بلاده من المدرجات. علي الحمادي قال: احب رؤيه المشجعين الذين يحملون الاعلام العراقيه في ملعب فريقي او في الخارج، فيمنحني ذلك فخرا كبيرا. بعدها كتب: هل يمكنني الحصول على تفسير لماذا يتم مصادره العلم من الامن او مطالبه المشجعين بازالته؟ هل هناك مشكله؟ هل هناك شيء لا اعرفه او فاتني؟ وعمل كمان منشن في التويتر للحساب الرسمي لرابطه الدوري الانجليزي للدرجه الاولى. وطبعا ما حصلش اي رد من الرابطه او اي ردة فعل او تفاعل على الموضوع، فده اجبر علي الحمادي انه يكتب تغريده ثالثه قال فيها: يبدو ان المسؤولين يعتقدون انه علم فلسطين او ان الامر سياسي. دعونا نصنف اي شيء يبدو اجنبي او يحتوي على كتابه باللغه العربيه بانه سياسي على انه جهل. هذا علم العراق وهذا علم فلسطين وهما مختلفان جدا، وحط العلم ده وعلى العلم ده في التويتر علشان يبين الفرق. الموضوع طبعا لاقى صدى وجدال وردود افعال غاضبه سواء من الجماهير العربيه الموجوده في انجلترا او حتى الجماهير اللي رافضه لفكره وجود اي شيء عربي يحمل دلاله سياسيه او يحمل دلاله دينيه. لكن بعد مرور 3 شهور على الواقع، علي الحمادي امبارح اصر ان هو يرفع علم العراق من جديد بالعند في رابطه الدوري الانجليزي، عشان مش بس علي الحمادي يكون اول لاعب عراقي في تاريخ الكره الانجليزيه بيلعب في الدوري الممتاز او البريمير ليج، لكن كمان ازدادت الحفاوه اكتر بيه في العراق بعد دفاعه عن علم بلاده ودفاعه عن القضيه العربيه بشكل عام او نصره القضيه. رغم ان بالمناسبه علي الحمادي ما عاش اصلا في العراق الا سنه واحده بس، هو اتولد في العراق وبعد سنه انتقل للعيش مع اهله في مدينه ليفربول الانجليزيه خوفا من الحرب او هربا من الحرب اللي كانت موجوده في العراق في الوقت ده.